السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعرف ازاي نستخدم الذكاء الاصطناعي ونوظفه ان هو يخدمنا في المذاكرة. يعني عندنا شات جي بي تي، عندنا كلود، عندنا جيميناي، عندنا ديبسيك، عندنا بقى اهم اداة وهي اللي هنستخدمها في الفيديو ده ان شاء الله، وهي نوت بوك ال ام بتاعت جوجل. اداة من جوجل جديدة، تدخل عندك على اي متصفح ونكتب نوت بوك ال ام، هتطلع لك الاداة دي. هنتعرف في الفيديو ده ازاي نستخدمها بأحسن شكل ممكن. لو جيت بقى ضغطت عليها هتحولك للصفحة اللي احنا محتاجينها دلوقتي. هتدوس بعد كده هتلاقيها بتحمل عادي. استنى بس ثانية، حملت اهي. يعني انا مستخدمها كتير اصلا في المذاكرة عندي في الجامعة. هتدوس على انشاء ملاحظة جديدة، هتبدأ ان هي تدخلك على الصفحة دي. الصفحة دي هي بقى اللي فيها كل الشغل. خلينا بس نلغي دي. الأداة دي بقى تقدر تعمل لك ايه؟ تقدر تعمل لك ملخص صوتي او ملخص بالفيديو او اختبار او بي دي اف ملخص للفيديو اللي انت عاوز تسمعه، او كمان خريطة ذهنية. ده كله تقدر تعمله بأسهل شكل ممكن، وكمان بطريقة. انا دلوقتي اعلمك ازاي نحط لها برومبت تشرح بأحسن شكل ممكن. هندوس اضافة مصادر، نبحث مثلا على درس عاوزين نجرب عليه، بتاع مستر محمد صلاح ده، المفعول المطلق، اللي هو الفيديو ده. هتدوس عليه كده يفتح السلام معاك عليكم عادي ورحمة الله وبركاته. بشكل طبيعي. فاحنا هناخد اللينك بتاع الفيديو، هتدوس مشاركة هنا وهتاخد نسخ الرابط. هتدوس على علامة اليوتيوب وتحط لها ايه؟ الرابط اللي انت نسخته من اليوتيوب او بتاع اي درس انت محتاج ان انت تراجعه او تذاكره. هنا الاداة بدأت ان هي تجيب الشرح كله. وعندنا بقى عشان نخليها بقى تطلع لنا نتيجة حلوة، نستخدم حاجة اسمها إضافة ملاحظة. طب هنكتب ايه في الملاحظة دي؟ برومبت أنا هبقى سايبهولك في القناة بتاع الواتساب، هتلاقيها عندك في صندوق الوصف. فادخل عليها هتلاقي عليها برومبتات كتير للمذاكرة وكمان لمحتوى البرمجة اللي احنا بنشرحه. هننسخ اللي احنا عملناه، البرومبت الجاهز، وهتدوس تحويل الملاحظة إلى مصدر. بس هترجع بقى تدوس على استوديو وتدوس على مجموعة شرائح، مجموعة، سيب كل الاعدادات زي ما هي وهتدوس انشاء. هتبدأ ان هي تعمل لك مجموعة من الشرايح حلوة جدا. هنسيبها بس تخلص، ممكن تاخد دقيقة او اتنين او تلاتة او اربعة ساعات، بتعوق لو محتوى الفيديو طويل شوي. فاحنا هنسيبها كده ونرجع لها لما تخلص. بعد حوالي دقيقتين او تلاتة طلع لنا الملف اهو جاهز. بص بقى على الابداع والرقي، هو ده الملف اللي طلعه من ولا شيء. حرفيا ان انت عدت له رابط الفيديو بس، مع كمان الاهم البرومبت اللي احنا كتبناه في الملاحظة، كل حاجة. الفيديو على فكرة طوله لو انت ترجع تقريبا مدته ساعة، بدل ما تقعد تسمع ساعة طبعا. وهتلاقي فيه اعلانات في يوتيوب وحاجات مقرفة كتير. طلع لك ملف جاهز مشروح بكل كلمة حرفيا قالها مستر محمد صلاح في الشرح، فهي موجودة كل حاجة، الأمثلة والعناوين وكل تفصيلة هو ذكرها وكل ملاحظة هتلاقيها موجودة. وتقدر تنزله من هنا 3 نقط دول وتدوس على تنزيل مستند بي دي اف، او بس الأحسن يعني بي دي اف عادي. نزله عادي وتقدر تستخدمه وتطبعه والكلام ده كله. ودي كان أحسن طريقة ان انت
يعني مش تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل عام، تستخدمه في النقطة دي، ان هو يحول الفيديو لملف PDF تقدر ان انت تشرحه، بس ان هو ما يسيبش حاجة. دي نقطة. نوت بوك LM مش بيسيب اي حاجة في الفيديو بسبب البرومبت اللي انت كتبته له. البرومبت عبارة ان هو يشرح لك كل حاجة، ما يسيبش اي حاجة. كمان يشرح لك بطريقة ان انت تفهمها، يلخص لك الافكار، يكتب لك كل الامثلة اللي موجودة. يعني كل حاجة حرفيا هتلاقيها موجودة في الفيديو اتقالت. الاول عشان تعمل ملف زي ده، لو المدرس عاوز يعمل ملف زي ده اصلا، فهو ممكن يحتاج يوم سليم او يومين كمان عشان يطلع PDF منظم وكويس زي ده وملون. وده فيديو النهاردة. لو اتفرجت لحد هنا فانا ممنون جدا ليك. وما تنساش بقى تشترك في القناة، عشان ان شاء الله اول ما المنهج الجديد ينزل بتاع البرمجة هنبدأ ان احنا نشرحه بكل الطرق بالطريقة دي وبالطريقة عملية كمان، وهنكتب اكواد وهنفسر كل حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.